جزائرية. الجيريا ونعيش لهنايا عندي عامين. شنو اللي خليك تجي لتونس؟ يا ودي غلطة جيت لتونس، جيت حواس، شو المرة الأولى جيت نحوس أنا، ومن بعد كتب المكتوب تزوجت لهنايا جبت طفلة، عشت لهنايا ونعرف الأوضاع كامل لهنايا. جيت مروح للجزائر بعد ما عجبنيش الوضع، لقيت وراقي بنتي غالطين، يا ودي غالطين في كلش، ما يعرفوا يماركيو اسم، ما يعرفوا يماركيو لقب، ما يعرفوا يماركيو إقامة. أنا جزائري ومزوج لا أنا جزائري ومزوج بتونسية، حاطين لي لقب غلط نتاع بنتي، حاطين لي لقب بنتي غلط وحاطين لي إقامتي باللي تونسي أنا. وجيت نريقلي ورقيه باش نروح، ما خلاونيش نروح، دوك ما ريقلاوهمش باش ندير الباسبور جوجمون عندها ديجا 15 جور، وهذا ما كان. باش نحكي لك على الوضع، وضع ما كان والو. انا باش تعيش يلزمك بزاف دراهم، باش ما تعيش يلزمك بزاف دراهم. الكرا غالي، الماكله غاليه، الماء والشراب غالي، ما هذا ما كان. احكي لي على الفرق بين تونس والجزائر، شنو هي الحاجات اللي نختلفوا فيها على المستوى الاقتصادي؟ طبعا المستوى الاقتصادي في الجزائر اللي نشري به قهوه، اللي نشري به قهوه انا في تونس ما يشري لي قهوتين في الجزائر، واللي نكري به شهر في تونس ما يكري لي شهرين في الجزائر. في الجزائر القهوه ب 3000 جزيريه اللي هي 500 فرنك توانس، تجي اكثر اقل شوي. هنا القهوه ب 1100 اللي هي 7000 جزيري، معناه الدوب. ممكن كنا في 500 ولينا في دينار. دبوسة الماء ب 900، غادي دبوسة الماء ب 400، كل شيء تقريبا نص. معناه انا اللي عايش به دركا عامين في تونس ما كان يعيشني غادي في الجزائر 4 سنين، ما كان يفتح لي مشاريع في الجزائر. خاطر معناها كي جيت لهنا ما جيتش ما جبت معايا فلوس، في بالي باش نستثمر، استثمرت في برشا حاجات وما فهمش شيء. وديت اللي استثمرت لين ربحت كان الكلام، وليت نحكي كيفكم تالموت عبد صاي، ما عادش خدمه، ما عادش حاجتي بفلوس، ننسى جمت معناها، ننسى ساعات اني جزيري. وهذا ما كان. دركا مشكلتي نحب نروح يا خويا بلادكم، راهي ما كان ما فهم شيء. نحكي بالتونسي ولا بالعربي يا ودي ما فهم شيء. يا ودي سامحوني يا ودي صفر، مش انتوما يا شعب، يا ودي البلاد راهي لا غير. والله الجزائر كنت نكرهها، مش كنت نكرهها، ما كانش عاجبني الوضع في الجزائر. جيت لهنا ما فرونشمون، جيت لهنا توحشتها الجزائر، وليت نحب نرجع للجزائر، وليت نحب نحرق للجزائر، وصل بيريود نحب نروح في اللاقة على الجزائر. انا عندي عامين راني نقول لك بلاش اقامه، معنا ما كان والو يا ودي، وضع صعيب، خدمه ما كانش، ناس مش تخدم، ناس قالت لها الشر بولاد البلاد بالبراينيه، سورتو ولاد البلاد يعاني ويعلم بهم ربي، ناس تعاني، ناس تنسى صعيب بالشر والفقر. تو بري دوري لهنا ما كيف وسط بلاد، تو الدور من اقسم بالله كل حيط ولا كل اوتيل ولا كل بلاصه ما تلقى تحته اكثر من 20 عبد راقد برا، ما عندوش وين يبات ولا عنده منين يصرف. تو يجي اقسم بالله اقل حاجه 200 عبد لهنا مطيش ما عندهم ما ياكل، اللي مخير فيهم عنده دبوزه ما وباقيت. فهمش ما فهمش شيء بالراس يا ودي، شوفوا حل. حسب رايك انت شنو الحل اللي لازم تقوم به الناس المسؤوله على الوضعيه هذه المتسببه في الوضعيه هذه؟ يسهل الحل، ما خدموا شعبكم، خدموا ولادكم يا ودي، فلوسكم مش تعملوا بيها يا ودي، ابني شريكه. انت كاجنبي في تونس كانت تتحسن الظروف التونسيه تقعد في تونس؟ انت كاجنبي ودي ليه صاي تونس يا دي، مش قاعد، مانيش قاعد ومش راجع، والله حالف باليمين بديتي نهار اللي نخرج من تونس والله لاني راجع. ودي ساقي حفول انا، ساقي تيجي صرتي راسي شاب